بالزي الابيض الكامل. فريق الفتح النموذجي يتواجد في حراسة مرمى حسين الدليم، وايضا رباعي خط الدفاع عبد الله القصيمي، عبد الرحمن القصيمي وعبد الله بوسقير ومحمد المجحد ووافي العلي. اذا صافرة عبد الله الشهري ترجيح، ولكن لا، خلينا من الاهداف للفرق في المجموعات 99، وايضا في نصف النهائي 3 اهداف، فوز بهدف مقابل لا شيء. فريق الفتح تخطى الآلي، ولكن شوف المحاولة للفريق الهلالي الآن خطيرة، تسديدة وجول. جول أول للفريق الهلالي. نتكلم عن الهدف رقم 103. هنا الهدف رقم 103 يحضر الآن بعد 99 هدف في المجموعات، 3 في نصف النهائي. أول أهداف النهائي عن طريق راشد السالم. وبلقطة ولا أروع، استغل أيضا تمريره في عمق خط الدفاع الفتحاوي. كرة ضربة زاوية على القائم الأول، محاولة إلى خطوة جول جول جول. صعدة منطقة الأحساء فيها 11 نادي رياضي، ولكن شوف التسديدة أيضا من بعيد صحيح، يعود للخلف بشكل مبالغ فيه، ولكن انت تلعب امام الهلال، طبيعي جدا لا يلام من يلعب مع الفريق الهلالي في فئة ناشئة. محمد ما قبل الماضية كانت لمصلحة الفريق الهلالي بعد لقاءه مع الغريم، ولكن شوف التسديدة من بعيد. يا السلام يا عايف. وال40 الان ما بين صغار الزعيم وصغار النموذج. تسديدة محاولة للفريق الهلالي بعيدة ايضا على يسار حسين الدليم، او مرة اخرى عند السليم، محاولة مرور من البديل بالمهارة، عرضية على القائم الاول رأسية، الكرة مخادعة، ضربة مرمى للفتح. شوف الرأسية والكرة لا شوط عن لاعبي فريق الفتح. نتكلم عن اللاعب عبد الله صقير والاخر عبد العزيز الحيد. اذا صافرة في النهاية تنطلق في هذه اللحظة وهذه الأثناء أعزائي المشاهدين الرياضية السعودية. شوط أول ينتهي 45 دقيقة أولى بتقدم الفريق الهلالي بهدف مقابل لا شيء على فريق الفتح، سجلت عن طريق اللاعب صافرة عبد الله الشهري حكم الدرجة الأولى. بالفعل هنا الصافرة، هذا فهد عبد الله الدريبي يعود لكم ويحييكم، يسعدنا يكون معكم على ما تبقى من دقائق هذه المباراة في الوصف والتعليق، وعلى اللقاء نهائي كأس. محاولة هنا للفريق الهلالي، راشد سدد عليه أبو الفتوح، لديه فرصة أن يحقق هذا اللقب للمرة الثانية، ولكن هنا المحاولة لفريق الفتح خاطرة على مرمى الفريق الهلالي. الفتح بدأ يخرج من مناطق الغوينم، محاولة عرضية أرضية خاطرة على المرمى، مطالبة بلمسة يد، ولمسة يد يبدو وصافرة، وركلة جزاء لفريق الهلال او على الفريق الهلالي. ركلة جزاء على الفريق الهلالي، لمسة يد يبدو على محمد القنيعان. شوف اللقطة الأخيرة والمحاولة الأخيرة، لا والله لمسة اليد كانت من ناصر. إذن لأجل في نصف النهائي، العيد في النهائي، هل يسجل في مرمى الغامدي؟ تصدى لا نواف، تصد الشيخ الحسوية بسبب ارسال كرة للأمام، تناقل كرة في مناطق الفريق الهلالي. كرة هذه الهلالية خطرة مرة أخرى للفريق الهلالي، هذه ممكن، ولكن استعجل فيها البديل سالم السليم، استعجل فيها سالم. التمريرة كانت مميزة، وأيضا المواجهة كانت موجودة لحامل عرين. خروج كريري ودخول السليم تحولت معها الطريقة الفنية للأرجنتيني غوستافو، ولكن حتى الآن يبدو أن السليم لم يقدم المطلوب منه في هذا الشوط. كرة في الخلف، الرقابة اللصيقة على راشد السالم، أكثر من فرصة أتيحت لسالم السليم. في النهاية الكرة للفريق الهلالي الآن، محاولة عرضية هلالية خطرة، تسديدة، جول ثاني. يا سلام، هدف ثاني ومن السالم راشد، من في غيره. أول أهداف راشد المرشد الهلالي
لمرمى الخصوم صاحب ال5 اهداف في هذه المسابقة اللي ربما يخطف معها ايضا صدارة هدافي كاس الاتحاد السعودي للشباب. شوف العرضية من القنيعان الفنان الى راشد السالم المتمركز ايضا بشكل مميز. راشد يسجل ثاني الاهداف للفريق الهلالي وثاني الاهداف الشخصية للسالم. سالم يا سالم. اذا لكن على مستوى النتيجة وعلى مستوى الاداء صراحة الفريق الهلالي هنا في لقطة وفي ايضا كرة لا وجود للغة التفاهم فيها ما بين وليد والاخر نواف. لمسة يد ثانية، لمسة يد ثانية على وليد. لكن شوف الخطأ كان في البداية من نواف الغامدي، خروج ايضا بتوقيت غير جيد في ظل ايضا ارتقاء هذا اللاعب وليد الاحمد. لكن شوف لمسة يد ثانية وجريء بصراحة، جريء جريء جريء. عبد الله الشيري لمسة اولى على الكابتن وناصر الدوسري وركلة جزاء اولى كانت للفريق الفتحاوي. هنا اللمسة الواضحة الثانية ايضا منذر النخلي، منذر والغامدي. جول اول لفريق الفتح. اذا النموذجي يفتتح التسجيل في مرمى الفريق الهلالي الان من ركلة جزاء والنتيجة تتقلص ل2-1. منذر النخلي البديل يسجل اول اهداف الفريق الفتحاوي بعد ايضا انا ضاع عبد العزيز العيد. ركلة جزاء اولى كانت محتسبة على ناصر الدوسري. هنا ركلة الجزاء المحتسبة على وليد الاحمد ينبغي لها اللاعب منذر النخلي يسجل في مرمى الفريق الهلالي اول اهداف فريق الفتح. يستعجل وبدأ ايضا يبحث عن مناطق الفريق الهلالي الامامية، ولكن شوف الضغط للفرقة الهلالية. هذه خطرة، هذه جول 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 جول. خلاص 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 الدولي سجل هدف دولي بصراحة. ناصر الدوسري الدولي والقائد الهلالي وبهدف على طينة الكبار ومن افعال الكبار. لا 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 هدف ولا اروع. وعطيناه يا زميلنا يا عبد العزيز مرة واثنين. شوف كرة الهلاليين والهدف الثالث من الدولي. ناصر الدوسري القائد الفريق الهلالي الزعيم وشقردية تحديدا مع ما تبقى من هذا الشوط. لكن شوف الراسية، يا سلام السلام يا سلام ابدا. العيد والدولي الاخر عبد العزيز. الراسية الاخيرة في ظل الطريقة الفنية اللي بدأ فيها المدربين. في المقابل الغلبة هنا الاخوان والمحاولة للفنان تسديدة. كادت تكون رباعية ولكن ما هي ماشية مع سالم السليم ابدا، ما هي ماشية مع سالم السليم اللي تحصل على اكثر من كرة في الجهة اليسرى. يا سلام يا سلام ابدا دولي. وبالفعل صافرة اخيرة من حكمنا اليوم عبد الله الشيري تنطلق في هذه اللحظة، وهذه الاثناء تعلن عن نهاية لقاء الاشقاء صغار الزعيم وصغار النموذجي في نهائي كاس الاتحاد السعودي للشباب تحت 19 سنة. الف مبروك للأمة الهلالية وهاردك لكل محبي النموذجي. اذا بطولة ثانية للفريق الهلالي في هذه المسابقة، نبارك له هذه البطولة وايضا نقول حظ اوفر للفريق الفتحاوي اللي وصل الى النهائي بكل اقتدار بعد الصدارة وايضا اقصاء الفريق الهلاوي في نصف النهائي. اذا خلاص الامور تنتهي لمصلحة الفريق الهلالي ب3 مقابل هدف. راشد السالم سجل 2 والدوسري سجل الدولي الاجمل في هذه المباراة. التقليص كان من ايضا منذر النخلي. اذا